السلام عليكم الاصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم طيبه. قبل ما نبداو القصه ديال اليوم بغيتكم كاملين تابوناو على القناه وتفعلوا زر الجرس، وهكا غادي يوصلكم اشعار على كل فيديو او قصه جديده حطيتها على القناه. وما تنساوش تخليو لينا التقييم ديالكم على القصه من 1 حتى ل 10 في التعليقات. ما نطولش عليكم الفيديو اكثر وخلينا نبداو في القصه مباشره. كانوا كيقولوا عليها في الدوار زهره النعمه. واحد المراه كانت زوينه بزاف وطيبه مع الجيران كاملين. كانت عايشه مع راجلها حسن في واحد الدار زوينه، ديما كتصدق على الناس اللي محتاجين وكتسهر على دارها. ولكن في هذا الهدوء كامل كان كاين واحد السر كبير ما عمر شي واحد كان كيتخيلو. حسن كان راجل بسيط، كان عنده واحد الارض كيمشي يخدم فيها كل نهار. ما عندوش الوقت بزاف للدار ديالو ولا لمراته، وكان كيدخل غير بالليل. ولكن كانت عندهم واحد الحياة مستقرة ما فيهاش المشاكل. واحد النهار من النهارات جا الاب ديال حسن اللي كان سميتو الحاج عبد السلام، جا باش يسكن معاهم. الحاج عبد السلام غادي يقول لولدو الوقت صعابت وانا بغيت نموت وانا حدا ولدي. وكيف ما قلنا زهره كانت واحد المراه طيبه بزاف. زهره رحبات بهذه الفكره واعتبرته بحال الاب ديالها. ولكن الحاج عبد السلام كان كيبان فيه واحد النظرات غريبه، وكانوا عينيه تابعين زهره فين ما مشات، خصوصا ملي كيبقى حسن وقت طويل في الخدمه. الحاج عبد السلام بدا كيقرب ليها شويه بشويه، وديما كان كيقول ليها شي هضرات في شكل فحال مثلا الجمال اللي فيك قليل في هاد الدنيا، وحسن ولدي محظوظ حيت مزوج بوحده فحالك. زهره كانت كتضحك ولكن في الاعماق ديالها كانت كتحس بشي حاجه ماشي طبيعيه. واحد النهار من النهارات حسن غادي يمرض وخصو ينعس في السبيطار لمده طويله، وكانت زهره كتعول على الحاج عبد السلام باش يخدم في الضيعه ديال ولده ويعاونها على المصروف. واحد النهار هو يقول ليها انا اللي خصني نكون معاك، حسن راه صغير وما غاديش يعطيك داكشي اللي تستاهلي فحالي انا. تفاجات هي بهذا الكلام ولكن سكتات حيت ما بغاتش تخلق المشاكل. ولكن الحاج ما وقفش عند هذا الحد، وبقى كيقرب ليها كل نهار كل نهار كل نهار حتى وقع بيناتهم داكشي اللي راكم عارفينه. في واحد الليله زهره لقات راسها حامله، وحسن كان فرحان بزاف حيت غادي يستقبل اول مولود ليه. ولكن هي كانت كتحس بواحد الثقل كبير حيت كانت متاكده ان داكشي اللي في كرشها ماشي من راجلها حسن، ولكن من الحاج عبد السلام اللي هو الجد ديال داك الحفيد. كانت كتعيش وسط كذبه كبيره وكتخاف من اللحظه اللي غادي يخرج فيها هاد السر. كل ما كانت كتكبر الكرش ديالها كانت كتكبر معاها المشاكل والمخاوف من هذاك الشيء اللي غادي تواجه. حتى لواحد النهار وهي تولد واحد الطفل ديالها. كلشي في الدوار بداو كيهضروا. الطفل كان كيشبه للحاج عبد السلام وماشي للاب ديالو حسن. زهره بقات عايشه وسط هاد السر هذا اللي كانت عارفاه غير هي والحاج عبد السلام، وديما كانت كتبين الابتسامه ديالها قدام الناس، ولكن في الداخل ديالها كان كيفاجر بالخوف والحزن. حسن بدا كيشك، والحاج عبد السلام كان كيدير راسو بحال اللي ما واقع والو وبحال اللي ما عارف حتى شي حاجه. واحد النهار زهره قررت باش تهرب من الدوار، ولكن فين غاديه تمشي وفين غاديه تهرب من الماضي ديالها؟ السر ديالها غادي يبقى كيتبعها فين ما مشات، وديما غادي يبقى يتطرح نفس السؤال: واش يمكن الانسان يهرب من الحقيقه؟ زهره قررت تجمع حوايجها في الليل بلا ما يحس حتى شي واحد، وخدات ولدها في حضنها وهربات على قد ما قدرات. كانت كتعرف واحد الطريق صغيره كتخرج من الدوار وكتديها لواحد الغابه بعيده. كانت كتقول في راسها غادي نبدا حياه جديده في شي بلاصه ما كيعرفني فيها حتى شي واحد، وغادي نحاول ننسى كل شيء. ولكن الحياه ما كانت سهله معاها، خصوصا مرا بوحدها ومعها طفل صغير. زهره وصلت لواحد المدينه صغيره وكثرات من الخدمه في الديور باش تجمع شويه ديال الفلوس. ولكن كل مره كانت كتشوف الوجه ديال ولدها كانت كتفكر الحاج عبد السلام والسر اللي هربات منه اصلا. واحد النهار وهي خارجه باش تشري الخضره من السوق، شافت واحد الراجل جاي من البعيد. قلبها طاح في الارض. كان الحاج عبد السلام وقف قدامها بحال ملك الموت. قال لها فين غادي تهربي مني؟ انا اللي عطيتك كل شيء، وحتى لو هربتي السر ديالك غادي يبقى تابعك حياتك كامله. زهره تجمدات بلاصه ما عرفات ما تقول. بدات كتفكر واش الحاج عبد السلام تبعها من الدوار ولا غير بالصدفه اللي جمعاتهم. ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت متاكده منها هو ان الماضي ديالها رجع يدق عليها الباب من جديد. الحاج عبد السلام بدا كيهددها:
وقال ليها الا ما رجعتيش للدوار غادي نقول لحسن الحقيقه كامله وغادي تخسري كل شيء. زهره ما لقات حتى شي حل قدامها، رجعت مع ولدها للدوار، ولكن هاد المره كانت كتعرف ان حياتها ما غادياش تكون بحال من قبل. الناس في الدوار بداو كيهضروا بزاف، وحتى حسن بدا الشك ديالو كيكبر مع الايام. واحد النهار مع العشاء ملي كانوا مجموعين على الطابله، حسن قرر انه يواجه زهره قدام الحاج عبد السلام، وغادي يقول ليها واش كاين شي حاجه بغيتي تقوليها ليا. الناس كاملين كيهضروا وانا ما بقيتش قادر نسكت. زهره في هاد اللحظه بقات ساكته، ولكن الحاج عبد السلام غادي يتدخل وغادي يقول لزهره سكتي، ما عندك ما تقولي، انا اللي خصني نهضر. الحاج غادي يعترف بكل شيء، وقال لحسن ان داك الولد هو ولده وماشي ولد حسن. حسن وقف بلاصتو بقى جامد بحال شي واحد طاحت الدنيا كامله عليه. تعصب وقلب هذيك الطابله اللي كان فيها الماكله، خلى زهره والحاج عبد السلام واقفين بلاصتهم بلا حركه. حسن خوا الدوار وما رجعش، وزهره بقات في الدار مع ولدها كتحاول تفهم واش حياتها سالات ولا باقي عندها شي امل. اما الحاج عبد السلام بقى كيتجنب الدوار حيت الناس كاملين كانوا كيشوفوا فيه بنظره خايبه. من بعد ما مشى حسن وخلى الدار، زهره بقات كتعيش مع ولدها وسط هادوك الحيطان اللي كانوا شاهدين على الكذوب والخيانات. الحاج عبد السلام حتى هو بدا كيبان عليه الندم، ولكن كرامته ما خلاتوش يعتذر ولا حتى يصلح الامور. الدوار كامل كان عارف القصه، وبدا كيشير على زهره باصابع الاتهام، وكيتجنبوا انهم يهضروا معاها من بعد ما كانت هي المحبوبه في الدوار. زهره قررت باش تبدا من الصفر، ولكن في الدوار كان صعيب عليها بزاف حيت حتى شي واحد ما كان قادر انه يخدمها، وحتى النساء اللي كانوا صحاباتها من قبل ولاو كيتفاداوها. بقات كتحاول غير تجمع راسها غير باش ولدها ما يحسش بالنقص. واحد النهار زهره قررت انها تواجه الحاج عبد السلام. مشات عنده للضيعه فين خدام وقالت ليه انت السبب في كل شيء وخاصك تحمل المسؤوليه. انا بغيت نعيش انا وولدي بلا مشاكل، وانت هو اللي خربتي حياتي كامله. الحاج عبد السلام ما عرفش كيفاش يجاوبها، وقال لها ما عرفتش كيفاش غادي نصلحوا هذا المشكل، ولكن راه كل واحد فينا غرق في هذا الشيء اللي درنا، وحسن رجولته ما تخليش يرجع بسهوله. دازت شهور على الغياب ديال حسن. حسن رجع للدوار ولكن ما رجعش للدار، كان كيسكن عند واحد خالته في واحد البلاصه بعيده، وكيجي غير باش يشوف الوضع من البعيد وصافي. واحد النهار زهره شافته في الطريق وجرات لعندو باش تهضر معاه. زهره غاديه تقول ليه اسمح لي يا حسن، راه انا ما كنتش باغيه هاد الشيء وقع، كنت خايفه وكنت ضعيفه. غادي يجاوبها حسن وغادي يقول لها الخوف والضعف ما كيعنيش انك تخوني الثقه ديالي. انا كنت كنبني حياتي معاك، ولكن انت خربتي كل شيء. زهره بقات كتسنى حسن اللي ينقلب وجهتها، ولكن قلبه كان بحال الحجر. مشى وخلاها مره اخرى، ولكن هاد المره مشى بلا رجعه. الحاج عبد السلام بدا كيحس بالوحده، ولدو حسن كان قاطع عليه الهضره، والناس في الدوار ما بقاوش كيهضروا معاه. واحد النهار وهو في الغابه كيدور في الضيعه ديالو، حتى وقعت ليه واحد الحادثه خايبه. الشجره كانت طاحت عليه ومات بلا ما يلقى حتى شي واحد. هاد الخبر غادي يوصل للدوار وزهره بقات بلا سند. حسن ما رجعش والحاج مات وهي بقات بوحدها مع ولدها اللي كان كيبان عليه الشبه ديال الجد. وكانت ديما كتقول مع راسها يمكن هاد الشي عقاب من عند الله، ولكن واش باقي شي امل؟ زهره قررت باش تخوي الدوار وتهاجر لمدينه كبيره تما باش تبدل حياتها وتنسى الماضي. ولكن كل مره كانت كتشد ولدها في احضانها كانت كتفكر الماضي اللي غادي يبقى تابعها بحال شي خيال. واش زهره غاديه تلقى راحتها في شي بلاصه ولا القدر باقي مخبي ليها شي مفاجآت اخرى؟ زهره شدات ولدها ومشات لمدينه كبيره. في البدايه كانت الحياه صعيبه بزاف والخدمه قليله والناس ما كيعرفوش وما كيرحموش، ولكن زهره كانت عارفه باللي خاصها توقف على رجليها هكا باش ولدها يعيش حياه احسن من اللي عاشت هي. خدمات في واحد المخبزه صغيره وكانت كتحاول تخبي على ولدها كل شيء، وديما كتقول ليه غير صبر معايا راه حنا غادي نعيشو مزيان. الولد كان ذكي بزاف وكان كيشوف الحزن في عينيها، ولكن ما كانش باغي يزيد عليها. واحد النهار من النهارات جا عندها مول المخبزه وقال ليها زهره راكي خدامه مزيان وعجبني المعقول ديالك، واش تقبلي تخدمي معايا في مشروع كبير؟ زهره تفاجات في البدايه، ولكن قبلات العرض ديالو حيت شافت فيه فرصه باش تبني حياه جديده. هنا الحلم بدا كيولي حقيقه.
زهرة بدات كتخدم بزاف في المشروع الجديد، والفلوس بداو كيتجمعوا شويه بشويه. ولدها دخل المدرسه وكان من المتفوقين. الحلم ديال زهرة كان هو ولدها يكبر بعيد على المشاكل اللي عاشتها هي. وهذه كانت البدايه ديال طريق جديده. واحد النهار وهي خارجه من الخدمه، شافت واحد الوجه اللي ما عمرها قدرت تنساه. كان حسن. وقف قدامها وكيشوف فيها والعينين ديالو عامرين بالحزن، وغادي يقول ليها ما كنتش عارف باللي غادي نلقاك هنا. شحال من مره فكرت في كل شيء وقع بيناتنا. زهرة تهزات من بلاصه، ولكن جمعت الشجاعه ديالها وجاوبات حسن. قالت ليه راه كل واحد فينا دار اخطاء، ولكن انا ما بقيتش الانسان اللي كنت. هاد الحياه اللي كنت باغي نبنيها معاك اليوم كنبنيها مع ولدي باش يعيش مزيان. حسن كان باين عليه الحيره، وقال ليها ما عرفتش واش نقدر نسمح ليك ولا غادي نعطي راسي الوقت باش نفكر. حسن مشى بلا ما يعطي شي جواب واضح. ولكن زهرة ما بقاتش كتسنى شي حاجه من حسن. قررت ان تكمل طريقها بلا ما ترجع للماضي. ولدها كبر ودخل الجامعه، وكان ديما كيشوف الام ديالو كمثال ديال الصبر والقوه. بالرغم من الالم اللي عاشو، زهرة قدرت تصنع من الرماد ديال حياتها شعله ديال الامل اللي هي ولدها. دازت سنين وزهرة قدرت توسع الخدمه ديالها مع مول المخبازه. ولات عندها مسؤوليه كبيره، وحتى مول المخبازه كان كيعتمد عليها في كل شيء. واحد النهار قال ليها زهرة راه بغيت نخرج من الخدمه ونرتاح شويه، واش تقدري تشدي المشروع بوحدك؟ زهرة ما كانتش متوقعه هذا العرض، ولكن قبلات بكل ثقه. من هنا بدات رحله جديده. ولات هي اللي كتشرف على المخبازه وتخدم الناس المحتاجين كيف ما كانت هي في الاول محتاجه. واحد النهار ملي كانت كتشرف على الخدمه ديالها دخل عندها حسن المخبازه، وهي واقفه قدام العمال وكيبان عليها القوه والنجاح. قال ليها كنت كنشوف من البعيد شنو قدرتي ديري. انا غلطت في حقي وحقك، وكنت كنظن انه بلا بيا ما غادي توصلي لوالو، ولكن اليوم كنشوف كيفاش قدرتي تغيري حياتك. زهرة جاوباتو وقالت ليه الماضي علمنا بزاف، ولكن انا ما بقاش عندي شي علاقه معاه. اليوم كنعيش لراسي ولولدي فقط. حسن تفاجأ من القوه ديال زهرة، وفهم باللي هو اللي ضيع الفرصه باش يبقى معاها. اعتذر ليها وقال ليها كنتمنى ليك حياه سعيده ومشى في حال. زهرة بقات كتكبر المشروع ديالها، وولدها كمل قرايته ولا مهندس كبير. ولات عندها دارها خاصه بها وما بقاتش كاريه، وكتعيش مرتاحه مع ولدها اللي كان ديما كيشكرها على التضحيات ديالها معاه. الا وصلتي معنا حتى لهنا فراه غادي تكون سالات القصه ديال اليوم. ما تنساش تخلي لينا تعليق ديالك حول القصه وحول المحتوى بصفه عامه.